هو قال مني نسكت إلى أن يأتي بالثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، فأقل شيء يأتي بثلاثة، إذا جاء باثنين ما يصح، ننتظر، ما يعتبر وقت، خلاص وقفوا الساعة إلى أن يأتي الأخ بالجواب، وأنا أظل منتظر بارك الله بكم لرجعة الأخ الفاضل، وتفضلوا المايك لكم بالصلاة على محمد وآل محمد. المايك لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح إن شاء الله؟ طبعا وقت صلاة رحنا نصلي، إن شاء الله يكون الصوت واضح. المطلوب بالضبط يا أستاذ وعد ما هو؟ أوكي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الراوي هو أبو الغادية يسار ابن سبع الجهني. أوكي. لا يعرف إلا بالحسن ابن دينار، وقد أجمعوا على ضعفه. المصدر الكامل في الضعفاء لابن عدي، يعني طبعا هذا الحسن بن دينار هو الذي فيه الخلل. الرواية الثانية أو المصدر التخريج الثاني فيه الحسن بن دينار متروك الحديث. المصدر ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني. الذهبي ذكر الأستاذ أسد أن الذهبي. السلام عليكم أخونا، سقط الميكروفون، تسمع صوتي حبيبي؟ تسمع صوتي أخي؟ سقط المايك إخواني، صوتي مسموع؟ طيب تسمع صوتي ابن الأئمة؟ يا ابن الأئمة تسمع صوتي؟ حياكم الله دكتورنا الفاضل، الله يبارك فيك. يا أخي ابن الأئمة، هل تسمع صوتي يا ابن الأئمة؟ قال فيه الحسن بن دينار. ايه هذا اللي طرش لك هذه المعلومات، شلون ورطك ورطة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اجت المعلومات بس ما مستوية زين مع الأسف. يا ابن الأئمة تسمع صوتي؟ ابن الأئمة الآن وين راح الأخ؟ وين راح الأخ؟ أنا أريد أشوف منو الوضاع. إلى الآن هو ما قرأ من حكم عليه بالوضع. وأما بمسألة الخلاف يقول الإجماع، أنا ما أدري هل يوجد إجماع. يقول نحن السلفيون قلنا أن الحديث موضوع. قلت له من أنتم؟ قال نحن السلفيون. قلت أقل الجمع ثلاثة. قال لا يلزم من المخالفة، هرب من الجمع إلى المخالفة. هو يعتقد أنه يستطيع أن يمرر أي كلمة هكذا على غرفة الغدير. الآن شو نسوي له؟ نطرده راح يقول طردتوني، ننتظر يقول ما اسمع. ما أدري شو نسوي له. شلون احنا ويا الجماعة الوهابية؟ شلون ويا الجماعة الوهابية؟ قال انه الحديث فيه الحسن بن دينار،
أنا أريد أشوف يا مصدر الحسن بن دينار. هو يعتقد أنه إذا قال الحسن بن دينار يعني يطلع منه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد. اخوانا شو نسوي للأخ؟ يعني أنا ما أظل منتظر نوبة ساعتين نوبة أصلي. لا أختنا الطردي يقول طردوني، هي مبلوة الطردي راح تقولين طردوني. وهذه يعني ما أدري الجهل هذا من جابوه ما أعرف. حياكم الله أختنا، الله يبارك فيكم. الوهابية الجهل هذا ما أعرف. مولانا هو موجود في الغرفة، الله يبارك فيك شيخنا، موجود في الغرفة. هو الآن تورط، يعني هو اللي اطاع هذه المعلومات، قال أنا راح أسأل وآتي. قرأ من مجمع الزوائد، ما يعرف اسم الكتاب. قلت له تعال نقرأ من المجمع، قال أنا أقرأ من رابط ولكن الكتاب عندي. فالآن أيضا نريد أن نقرأ من الكتاب، ما أدري وين راح. الآن جاءنا ويقول راوي الحديث وأبو الغادية وروى عنه حسن بن دينار، والحسن بن دينار مجمع على ضعفه. فنريد أن نحكي بهذا الموضوع. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاضل، انت قلت انه الراوي الحسن بن دينار، صح ولا لا يا ابن الأئمة؟ قلت انه الراوي عن الجهني هو حسن بن دينار، قلت هذا الكلام؟ شنو المصدر؟ اي يعني انت ذكرت المصدر. زين، انا اريدك تقرأ لي هذا السند اللي ذكرت اسم الكتاب، لانه الان اللي سمعك يقول انه الحسن بن دينار هو الروى عن يسار بن سبع الجهني كما ذكرت انت، وهو الراوي ومجمع على تضعيفه. هل هذا تخريج الحديث؟ اعطيني السند، من الذي روى هذا السند عن فلان مع المصدر، وانا ان شاء الله عندي الكتب كلها حتى نشوف من الوضاع في سلسلة السند. المايك لك. لا شوف حبيبي، يعني من ادب النقاش انه نكمل خطوة خطوة. طالبناك من الوضاع، قلت راح اجيب المصدر واجيب لكم الوضاع واتي. هذا انتظرناك على الاساس. الان انت قلت انه الحسن بن دينار مجمع على ضعفه، صح ولا لا؟ وهو راوي هذا الحديث، صح؟ اذا صح اكتب لي رقم 1. ها مو صح. زين، ممكن هذا مو صح. الان لو تتكرم، انت ذكرت جملة اشياء، اختار اي نقطة انت مستعد فيها منها يا اخي الفاضل. تكمل شنو تكمل؟ انت تقرأ يعني اشياء ما تعرف معناها. انا اريد ان اقف نقطة نقطة، تكمل كل الاشياء تكملها. لكن عندما تذكر نقطة نناقش النقطة فننتقل الى الثانية. هذا المفروض حبيبي. انا الان اقدم لك المايك، اقول لك اجب عن سؤالي. قلت لك بارك الله بك، الله يهديك، انت زعمت ان الحديث موضوع. قلت لك اعطيني اسم الوضاع الذي في الحديث، قلت سيأتي بالمصدر. الان جاءك المصدر، اعطينا اسم الوضاع. تفضل المايك لك، ما يحتاج له. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟